السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض الملبن الاحمر او الدومية، هو اسمه كده واسمه كده. يعني اذا كان حد بقى عارف اسم تاني او حاجة قولوا لنا برضو. اللي انا عارفاه طول عمري نقول عليه الدومية او الملبن الاحمر. يعني الولاد يقولوا ايه وهم صغيرين ما يعرفوش يقولوا دومية، يقول لك ايه الملبن الاحمر. احنا بقى الكبار عارفين اسمه الدومية يعني. انا دهنت الصينية بتاعتي اهي، دهنتها زيت زي ما برضو انا ايه عملت معاكم كل الحاجات مدهونة زيت. خلاص قلت اكسب وقت يعني. كده تمام. يبقى كده الصينية بتاعتي خلاص هركنها كده على جنب. كده هنجيب ايه مجين 2 سكر. تمام كده، مجين سكر من اللي بنشرب فيهم الايه الشاي، ونحط عليهم بقى ده العسل اللي احنا ايه هنعمله. كده حطينا مجين 2 سكر، هننزل عليهم بمج ونص من الايه من الميه. ايوه كده تمام. وننزل بقى بايه بنص مج عسل ايه جلوكوز، زي ما انتم شايفين كده نص مج اهو. نص مج مليان يعني، مش نص مج كده، لا مليان حلو كده. خلاص. ايوه بس يبقى قافش زي ما انتم عارفين. كده كده لو حاجه فضلت في المعلقه لما بيغلي على النار بيخش في مرحله السوى، باخد انا المعلقه دي اللي فيها العسل وانزلها بقى العسل وهو سخن بيدوبها. بس انا مش هحط معلقه دلوقتي زي ما انتم عارفين. خلاص كده. ده كله هخليه هنا جوه الكوبايه، وباخده انا برضو بستعمله، احطه في قلبيها برضو وهو سخن كده، باخد اللي فيه كله كده. خلاص هنحط بقى العسل ده كده على النار لمدة 5 دقايق على النار كده يغلي. تمام. واثناء وهو بيغلي انا عندي السوداني بتاعي اهو متحمص، جباه من المقلة ومقشراه انا بايديا ومنضفاه ونخلاه ومخلياه زي الفل، او عاملاه في المصفى عشان لو اي ترابه ولا اي حاجه. انتوا عارفين الفول السوداني ساعات ما بتفتحيه بتبقى جواه ترابايه كده، لا انا نخلاه بقى ومغربلاه كويس وحطاه في المصفى عشان لو في اي ترابه نزلت تنزل منه. وهتقلبه تقليبه بس على النار كده، خرج منه الرطوبه، هو طازه ومتحمص وطازه من المقله. بس انا بحب برضو تقليبه كده على النار، تقليبه والتانيه بروح طافيه اخرج الرطوبه. في نفس الوقت بيكون العسل ده بيغلي على النار، وانا معاكم هكمل معاكم واحنا واقفين على البوتاجاز. دلوقتي هننزل بايه بمعلقتين كبار من اللي بناكل بيهم نشا مليانين. ايوه معلقتين كبار ايه مليانين، عليهم نص مج ميه عشان ايه ادوبهم فيه. خلاص اكملت كده الايه الملبن الاحمر او الدوميه. يبقى معلقتين نشا مليانين كبار مع نص مج ميه مع المورد. اديله برده شويه موارد كده بيدوه طبعا ريحه وطعم حلو زي ما انتم عارفين، يبقى حلو قوي. ده موارد يا جماعه اهو، ازاز اللي من عند العطار. الله ريحتها حلوه. ننزل بحوالي حوالي نص الازازه اللي هي الصغيره دي. شايفينها قد ايه؟ يعني طول عقلتين صباع هي، عشان تبقوا عارفين الكميه بس اللي نزلنا بيها. شوف ريحته برضو، لو ريحته ضعيفة هحط بقيتها. لا ريحته حلوة بانت اهي، ريحته كويسة. بس انا على النار لما بنزل على بقية الحاجات بتبان اذا كانت ريحته قلت ولا لا. لو لقيت الريحة مش قوية بعد ما انزل بيه على الحاجات المكونات التانية هحط له بقية الازازة. انا بقية الازازة هخليها معايا عشان خاطر لو احتجتها احط بقيتها. انا حطيت حوالي ما بتجيش مليانة قوي على فكرة. بص انا هحطهم لان هي بس هي الازازه خلاص كلها، لان لقيت ربعها كده بس كده حلو قوي. مش هحط اكتر من كده. كده بالظبط كده معقول. بس يبقى هي ازازه كده يا جماعه، عشان قبل ما بتنزل على الحاجات التانية ريحتها بتروح الحقيقه. عارف الحاجات دي بقت برضو مغشوشه، ما بقتش الحاجه ريحتها قويه قوي. ده كده العسل يا جماعه اهو.
السكر اللي حطيناه والجلوكوز غلي كده 5 دقايق زي ما احنا قلنا. هنزل بالنص كوبايه ميه، عليها معلقتين النشا، عليها الايه الموارد. انزل كده بالراحه واحده واحده، اوطي النار في الوقت ده شويه. ايوه زي ما انتم شايفين كده، واقلب كده على الهادي، نوطي النار الاول كده. ايوه زي ما انتم شايفين المنظر الرائع ده قدامكم. ريحه الموارد بقى مش قادره اقول لكم. الله، حته حلوه جدا. هنزل بقى كمان بايه، هيدوني اللون بقى. عايزه برضو حاجات تكون حلوه وريحتها حلوه وطعمها حلو. هنزل بباكوين 2 جيلي فراوله. ده اول باكو. ايوه الله، يا ريت تعملوا بالجيلي احسن ما تجيبوا الوان صناعيه. الجيلي احلى وريحته اقوى وريحته احلى طبعا وكل حاجه طبعا. وكده نزلت الباكو وادي الباكو التاني اهو يا جماعه. ايوه عشان انا عامله كميه حلوه تبقى ايه اللون بتاعها يبقى قوي. لو عامله نص الكميه انزلي بباكو واحد جيلي. لو عامله كوبايه سكر واحده انزلي بباكو جيلي واحد. خلاص. وتنصصي بقى، يعني انت لو هتقللي في كميات هتنصصي كل اللي احنا على الايه المكونات اللي حطيناها دي. الله 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 زي ما بيقولوا كده، الله 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 الله. الله على اللون وعلى الريحه، ريحه الجيلي مع ريحه المواد. ايه الجمال ده يا ولاد؟ يعملوا لك الحاجات الحلوه دي بره ابدا. يلا حطي اللايك يا حبيبتي، حطي اللايك واشتركي في القناه. يلا حبيبه قلبي انت وهي كده، يلا عشان القناه الحلوه دي تكبر بيكم. انتوا شايفين القناه عامله ازاي يا ولاد؟ هننزل بالسوداني بتاعنا الجميل ما شاء الله. قلبناه على النار شويه عشان تخرج منه الرطوبه، وهو طازه ومحمص وزي الفل. هنغلي بقى كل المكونات دي كده مع بعض ونخرج ايه نحطها في الصينيه. حسيتها كده صيصه شويه، عملت معلقه نشا على حبه ميه صغيره اهو، عشان النشا بتاعتي بتبقى خفيفه. انا الحقيقه ما رضيتش احط كتير، قلت لا تتقل، فانا حسيتها خفيفه وانا بقلب. خلاص انت برضه حسب الحاجه بتاعتك، يعني لازم يبقى ليكي وجهه نظر. كده غليت بس، ده اللي انا عايزاه. نروح نصب بقى في الايه في الصينيه بتاعتنا ويلا بينا. كده خلاص يا جماعه، اللي مش عايزه تحط موارد ممكن ما تحطش وتكتفي بريحه الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. صبي بقى كده الايه، الله 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 الله. انا حطيت معلقه زي ما شفتوا كده في حبه ميه صغيره نشا عشان ادوبها، لان النشا بتاعي بيبقى خفيف، بس انا بخاف انزل بكميه يبقى تقيل. فالواحد والله الصناعات اللي باظت دي خلتنا برضو، بس الحمد لله الواحد برضو عشان برضو بيبقى فاهم الوضع والدنيا. ببقى مخليه بالي بقى بس. دي كده يا جماعه هتدخل التلاجة. احنا كده خلاص مش محتاجين المشابك، مفيش حاجه هتتحرك من مكانها ولا حاجه. تمام كده. بس نحاول نوزع بقى ايه، هحطه في التلاجة. وطبعا ايه هوزع السوداني كل ما تيجي تبرد شويه اشوف السوداني اتظبط في مكانه ولا برضو بيجري كده زي ما انتم شايفين المنظر ده. خلاص كده بس زي ما انتم شايفين. الله على الجمال. دي هتبات لي تاني يوم، وان شاء الله نعرضها لكم باذن الله بكره الصبح ان شاء الله. اعملوا بالطريقه الحلوه دي. يلا حبيبه قلبي حطي اللايك الجميل واعملي بقى الحاجات الحلوه. انا كنت هحط فواكه مسكره بس حاساها هتوه عشان هو سخن، فانا هستنى اما يهدى شويه وهروح حاطه الفواكه دي على الوش. هشوف كده هحطها، احط شويه معاكم برضو ونشوف الدنيا فيها ايه. هتسقط زي ما انا برضو توقعت عشان هو طبعا سايل. انا ايه هستنى بقى شويه واحط تبقى حلوه برضو ايه، تدي طعم وتدي لون وشكل برضو. ما تهدى شويه وتسقع شويه هروح انا بقى مطلعاها وحاطه الفواكه المسكره دي يا جماعه.
على الوش برضو تغير الشكل وتدي طعم برضو وشكل ولون وكل حاجه. هسيبها تهدى بره شويه لانها طبعا سخنه جدا، ما تدخليش اي حاجه في التلاجة وهي سخنه قوي، حطيها كده باي حاجه عشان مفيش حاجه تيجي عليها لغايه ما تهدى كده، تروحي مدخلاها التلاجة وهي مش صيصه. معرف انتوا عارفين ان الجيلي بيمسك مع النشا، هيمسك بقى بزياده، ويبقى لما تيجي تقطعيه يبقى حلو بقى، يبقى النشا مسكته، مش هيبقى زي الجيلي اللي يسيب منك بعد كده ويبوظ ويبقى طري ويسيح منك بره التلاجة. لا، هي النشا حلوه انها ايه، عشان هي دي اللي هتمسكه. بس هسيبها تهدى خالص وبعد كده اشيلها في التلاجة لغايه ان شاء الله بكره الصبح. كده يا جماعه الملبن الاحمر اهو خلاص، هو ساع او كل حاجه، ده كده تاني يوم عاملاه من امبارح، بس انا التلاجة عندي مش بتسقع قوي، فانا هشوف كده انا هعرف اقطعه ولا لسه ما مسكش كويس، بس هو معمول من امبارح، ربنا يسهل كده ويكون مسك. وشكله سايح شويه لسه ولا ايه؟ ده معمول بالجيل يا جماعه زي ما شفتوني كده انا بعمله، عشان خاطر ايه؟ بلاش الالوان الصناعيه دي. انا يعني انا طبيعتي بحب اميل للحاجه الطبيعيه اكتر من الحاجه الصناعيه، ده حقيقي يعني. شوف كده نقطع مع بعض بسم الله. عملت السكينه قصتها كده بال شكله لسه طري، طري جدا كمان. طري طري طري، لسه عايز يتحط في التلاجة تاني. انا تلاجتي اصلا مش بتسقع قوي بصراحة يعني، بس ريحته بقى مش قادرة اقول لكم. الجيلي عامل ريحة حلوة مع مع الموارد الحقيقة يعني، ريحته تحفة. نحاول نطلع لكم حتى ايه كام قطعة كده وادخله في التلاجة تاني بقى يمسك براحته. برضه البلاستيك بتاعنا الله حلو قوي، بس هو محتاج يمسك تاني الحقيقة. انا كده لو طلعته هيبوظ. بصوا المطة حلوة، بس هو عايز يمسك تاني شوية، لكن المطة حلوة قوي قوي. بصوا عامل ازاي ولاد، الله رائع، حقيقي رائع. بصوا الجيلي طبعا مخليه ايه عارفين انتوا الحاجة السايحة الحلوة قوي دي. بصوا المطة، بصوا المطة بتاعته جميلة شايفينها، يعني هو محتاج بس يمسك شوية مش اكتر ولا. بصوا المطة بتاعته طعمه حكاية. بجيب طبق بس احطه عليه وكده يا جماعة. خلاص قطعته، بس هو لسه ما جمدش كويس، هو الحقيقة عايز يتحمل. اول ما جبته من التلاجة هو مش ساقع قوي اصلا، بس انا الحقيقة قلت مستعجلة عشان اقطعه وعشان يلحق ينزل لكم يعني، مش اكتر ولا اقل. لكن انا مش محدش هيجي جنبه دلوقتي خالص، عايز يتحط يوم تاني في التلاجة. انا تلاجتي بس التبريد فيها في مشكلة شوية، فهو بس محتاج ايه يخش التلاجة. بس هو بصوا هو ماسك، بس عايز ايه يسقع تاني بس، لكن هو بصوا ماسك. شايفين عامل ازاي؟ مش سايح، لا هو بس عايز يخش التلاجة تاني مش اكتر ولا اقل. بس كده هو كده حلو قوي. وممكن يكون كان عايز صينية كمان ملمومة عشان يعلى يعني، وانا عامله كميه حلوه قلت برضو ازود شويه على ان اعمل في الصينيه دي، بس هو كان عايز حاجه ملمومه اكتر من كده. بس انا برضو اديتكم فكره ان كل ما الحاجه تبقى ملمومه كل ما الحاجه تطلع معاكم اعلى. هي اتحطت في صينيه اوسع شويه، فكان عايز يتحط في حاجه ايه ملمومه شويه عن كده. بس هو والله طعمه حلو وريحته حلوه جدا. هو بس كل حكايه يسقع تاني في التلاجة. ودي الكميه اللي اتعملت من كوبايتين سكر، زي ما انتم شايفين المنظر الجميل قدامكم في منتهى الجمال. والحاجات الغامقه دي مش حاجه وحشه، ده الفواكه المسكره اللي انا ساعه ما كنت وانا بعمله قلت احط شويه فواكه، لقيتها بدات تسقط فيه، قلت لا مش هحط. وعندي فواكه بس مش عايزه احطها الحقيقه. هو كده حلو احلى ما يتحط له فواكه. كده كده الفواكه دي ولا ليها طعم ولا حاجه، احنا قلنا هي منظر وخلاص. خلاص كده فاعمله بالطريقه الحلوه قوي دي، واعمله بالجيلي. الجيلي حلو قوي، بس ممكن تزودوا النشا شويه،
الجيلي ما بيمسكش الحاجة قوي، النشا بيمسك اكتر. الجيلي مهما كان هو مجرد ما بيخرج من التلاجة احنا عبال ما قطعناه بقى يسيح برضو شوية، فاللي هو عايز كمية نشا اكتر زيادة، مش اكتر من كده يعني. خلاص، بس ويتحط في حاجة ايه ملمومة شوية، مش حاجة واسعة بس، لكن هو كطعم والله وريحة روعة روعة روعة. يلا كل سنة وانتم طيبين وبخير، ومفيش احلى من الحاجة اللي تعمليها بايدك، والله العظيم انضف واحلى 100 مرة من شغل الشارع، صدقيني. لما بنجيب الحاجة من الشارع ونيجي نعملها بايدينا والله بتبقى احلى من الشيفات اللي بتعمل الحاجة وبتبيع في المحل، والله بتعملي لحاجتك احلى وانضف واجمل. يلا حبيبة قلبي اعملي كل حاجة في البيت، وكل سنة وانتم طيبين وبخير، ويعود علينا وعليكم بالخير وعلى العالم كله، ودايما بخير وبصحة كده وسعادة. واعملي كل حاجة لولادك في البيت، مفيش أجمل كده من حاجة في البيت جميلة جميلة بألواناتها بشكلها بقى بطعمها بكل حاجة حلوة. يلا حبيبتي اعملي الشير واللايك والكومنتات الحلوة، شكرا ليكم، وشيري واللايكات والكومنتات الحلوة، وشكرا ليكم على كلامكم الجميل، وكل كلامكم على راسي، وكل سنة كلنا طيبين، وكل العالم طيب وبخير يا رب. اشوفكم في وصفة جديدة، في حاجة حلوة جديدة. وكده خلاص خلصنا معاكم حلويات المولد، مش هنقدر نعمل حاجات اكتر من كده، كده كفاية بس احنا ناكلها ونخلصها بس، لكن الواحد لو على العمايل هنعمل حاجات كتيرة، بس انا برضو مش عايزة الناس تتكلف قوي يعني، كام حاجة كده حلوة قوي، وحاجات طالما داخلة في الوانات ده مع ده مع ده، مفيش اجمل من كده. خلاص، وهنعرض لكم بقى الحاجة كلها كده بتاعتنا عشان تشوفوا الحاجة بتاعتنا كلها كده بقى يا جماعة. خلصت كده، عملت معاكم كل حلويات المولد ديت. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، وفي صحة وسعادة. اعملوا كل حاجة زي ما قلت لكم في البيت كده لأولادكم، فرحوا أولادكم، وشوفوا الحاجة حلوة قدامكم اهيت. الحاجة والله العظيم عارفين الفريسكا كده اللي بتتباع على الشط بطعمها بجمالها، الفولية والسمسمية والحمصية طعمها بالظبط زي الفريسكا، عشان حاجة متحمصة تحميصة حلوة. صدقوني حمصوا الحاجة هتلاقوها حلوة جدا، وما تقلقوش ولا بتمرر ولا حاجة، دي مليانة سكر وكل حاجة حلوة بصراحة، مخليها طعمها حلو. وانا حاطه لها طبعا عسل نحل زي ما شفتوني، واللي ما عندهاش تعملي عسل جلوكوز عادي عادي، ما فيش اي مشكله، احنا بنحاول نوفر برضو ونلم ايدينا. خلاص كده هتوفري كتير وبحاجات بسيطه، كوبايه سكر وكوبايه ونص سكر وكوبايتين سكر، تعملي كل الحلويات اللي انت شايفاها دي. خلاص كده، يلا حبيبة قلبي اوعي تتهاوني انك تقومي تعملي لولادك، والله العظيم الحاجة ما هتطلع ناجحة ولا حلوة ولا بالطعم ولا بالشكل ده ولا بالجمال ده. يلا واعملوا الدومية الملبن الأحمر اعملوه بالجيلي والقشطة، اعملوها في قلبها معلقتين جوز هند من جوه. لازم تتطعم من جوه يا جماعة، لأن طعمها مش هيبقى حلو، مش هيعجبكم. خلاص كده، أنا أقول لكم الكلام المظبوط. يلا حبيبة قلبي، ما احنا لو عملنا لا نعمل الحاجة صح لا ما نعملش، يعني فاهمين اقصد ايه؟ فاحنا لازم نعمل حاجة بطعمها بشكلها بكل حاجة حلوة. خلاص كده، يلا حبيبتي قومي اعملي لاولادك كل حاجة، وفرحيهم وابسطيهم بالالوانات الحلوة ديت، وسبسكرايب والاشتراك في القناة يا جماعة، الاشتراك الاشتراك الاشتراك، والشير واللايك والكومنتات الحلوة. شكرا ليكم، ألقاكم في وصفة جديدة، في حاجة حلوة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين وبخير علينا وعليكم وعلى العالم كله. مع ألف سلامة.